الحمد لله الاهلي قدر يخطي ماتش الاسماعيلي وياخد 3 نقط غاليين، وبقينا كده يا جماعه ماتشين او 5 نقط ان شاء الله نتوج في ماتش الزمالك. بس انا بقى ليها تعليقاتي الخاصه يا جماعه على الماتش. انا شايف ان احمد الغندور كمستوى اديله 9/10 او 8، قول 8/10. انا يمكن لو اي واحد في الفار غير حاج ابو عزب ده انا ممكن برضه هو طقم تحكيم 8/10 9/10، لان هو لو اي حد غيره كان ممكن يقول لا 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 يا باشا، لا الكوره دي بره، الكوره دي جون، قصدي عفوا الكوره دي جون. طب بس بصراحه التحكيم انا اول مره اشوف انه يكون منصف في هدف الاهلي اللي جه. ما قعدش كتير يعني ما كملش حتى ضربة، حتى بس في يعني ايه ضربة البداية بقى. لما بدأنا الماتش الاسماعيلي كان مطالب بالفوز، وشفنا الجماهير من اول دقيقة بتاع الاسماعيلي بتشتم. وطبعا برضو ليها يعني تعاقب على باهر المحمدي ان احنا نقول لك يعني انت في الماتش روح رياضيه وتشد اللعيبه وتهزر وتعمل، وفي الاخر تروح عند الجماهير تشتم، الله اعلم. ومحمد هاني بيقول لك باينه قوي واضحه. طب انت جماهير يعني الجماهير بيحفلوا ان انتوا بيحفلوا عليكم بس ما بيشتموش، بتزيحوا. هي دي الاخلاق يا جدع، هي دي اخلاقك. انت كده تقنصت دور شيكابالا، هو ده دور شيكابالا بيتكلم، ده دور شيكابالا اللي انت بتعمله ده كان دور شيكابالا. بس ما اعرفش يعني انتوا قدام الاهلي كده ما اعرفش كنتوا حلوين بصراحه في الماتش شويه. اي بقى حد يقول لي يا جماعه الاهلي ما لعبش، مش معاه. الاهلي لعب، ده الاستحواذ 65 يا جماعه الاهلي، باستثناء ربع ساعه مسكوا الماتش فيها بس تعقيب محمد عبد المنعم هفه واثنين وثلاث هفوات يا راجل. الثقه الزايده بين الثقه الزايده والتفاهه هي مفيش جون خلص الماتش علينا. هتتهز انت من جواك، هتتهز. اي احسن لعيب في العالم بيتهز، مفيش. ما انت واخد ثقه في نفسك كبير، انت حلو والله، انت 100، انت مدافع عالمي، انت اغلى مدافع في الدوري المصري، وان شاء الله هتبقى في افريقيا. بس حته الثقه ازاي ده انت يعني انت ما تستهونش بالخصم اللي قدامك. ما هو انت ما تستهونش، يعني انت بتستهون. ده خطأ يا جماعه، ده خطأ كبير بصراحه. انا شايف انه لازم محمد عبد المنعم يتعاقب على دي، يتعاقب على دي، مش هيستهتر بعد كده. لان احنا شفنا كذا مره كذا هفوه من اي لاعب جون، بتيجي جون ونخلص الماتش. بس هي عدت على خير. بس لازم يا عبد المنعم لازم تتعاقب، لان انت مش اول ماتش ده تعمل فيه كده غلطتين او 3 بالتحديد، لا بس انت قبل كده برضه. ما علينا. طبعا احنا كده زي ما قلت 3 نقط غاليين، وطبعا يعني احنا كده احنا ذبحنا حصدنا اضفنا المانجا بدري، يعني في موسم المانجا خدنا ايه 3 نقط من ايه، من صحاب المانجا نفسهم. هارد لك فريق الاسماعيلي. طبعا انت عارف الاهلي دايما ما بيقفش في محطات، الاهلي قطر مش بيقف في محطات. فلازم تعرف ان انت كان لازم تعمل حساب الاهلي، كان لازم يكسب. انت كنت مطالب بالفوز عشان ما تهبطش، احنا مطالبين عشان ناخد الدوري. اي نعم احنا كده ان شاء الله بفضل الله واخدينه حتى لو كنا خسرنا منكم. بس احنا كاهلاويه انتوا بتساندوا الزمالك وتفوتوا للزمالك دوري شلونكوا فاكرينه. فاحنا بنلعب اللعب نظيف طول حياتنا، مش هنلعب لعبنا، احنا لازم نكسب. ما علينا من كل ده. نيجي بقى المستشار مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك بيقول لك ايه بقى، بيبعت خطاب للكاف بيقول لك اننا
احتاج ان انا عايز العب في دوري الابطال. طب ازاي يا عم الحاج؟ الاهلي، ومش الاهلي السنه اللي فاتت وخد. طب اولا بس عايز اقول لك على حاجه. الاهلي في الدور الاول، ما هو خدوا في الدور الاول، ما هو لما احتاجوا الفرق او الاهلي الثاني كان في الثاني في السنه اللي فاتت، في الثاني في الدور الاول. انت بقى في الدور في الاول برضو انت رابع ولا خامس كمان. انت بس انت ما طلعتش الثاني طول حياتك طول الدوري. طلعت للثاني فين عشان ياخدوك يا حبيبي؟ انت لا طايل، لا اللي تحت شايفينك ولا اللي فوق شايفينك. هو كده. دي بامانه، لا حد شايفك يا حبيبي. انت مين اللي شايفك؟ فما تطلعش تهري انت وخالد الغندور وبقيت المطبلطيه. بلاش يهروا. ودايما تحط الاهلي في جمله مفيده معاك. انت راجل لعبت امبارح وكسبت 6-1 للمقاولين. وبالمناسبه بس للمقاولين 6-1، وابو سعود انا بشفق عليه بصراحه. بس انت قدام الاهلي هتبقى استغفر الله، مش عايز اقولها. احنا هنشوف انت هتلعب بعد كام يوم مع الاهلي، وهنشوف بقى بتموتوا نفسكم قدام الاهلي ازاي. الاهلي لما خلاص الماتش بدري يا ساده. احنا بقينا كده ماتشين اهو. دي الشوط الاول ما بيجيبش اهداف. اما لو كنا ما نجيبش هدف الشوط الاول، الفريق الثاني يخش علينا ندحرجه في الثاني والثالث نزحلقه. بس احنا ادينا ماتشين ما فيش. بس ما شاء الله 11 ماتش كلين شيت الاهلي. طبعا احنا كده يعتبر خدنا ايه ملخصات الحاجات اللي انا عايز اقولها. بس ليها تعقيب اخير بقى اللي دايما اقولها. امام عاشور، يا رب حاجه تعرقل هذه الصفقه، يا رب. بس انا سمعت ان هو كان في فريق الاهلي، يعني كان كوبري الاهلي عملوا كوبري ان هو يوديه الفريق اللي بيلعب فيه عشان يرجع يجيبه تاني. قال الاخ اسمه ده قال كده. انت عارف بالمصري كام؟ 113 مليون. هل يا ترى الاهلي هيشتري امام عاشور ب 113 مليون؟ طب اقسم بالله ما يساوي 113 تعريف. الاخ استغفر الله العظيم، هغلط بقول ايه؟ ما بحب يا جماعه. ده لاعب او دي شخصيه تافهه لسه اصلا ما تعرفش، ما كانتش ناضجه لما غلطت. لانك يا حبيبي لو انت او حبيبي مين حباك بورت يا اخي، انا ما بحبكش حتى لو جيت في الاهلي. انا اتمنى ان شاء الله ما اجيش. يا عم ده استغفر الله العظيم يا رب ان انت تخش الاهلي. استغفر الله العظيم يا رب. انا ده انا حزنان يا جدع ان فيه كلام عليك يا راجل. حزنان حتى لو الكلام زفت اشاعه. ده انت مجرد اشاعه بس زفت. كابوس في حياتي انا بالذات. ما بحبكش يا جدع والله العظيم. كابوس، انت كابوس في حياتي. ان شاء الله الصفقه دي هتبقى صفقه زفت ان شاء الله، ما هتكملش ان شاء الله يعني. فما تجيش بقى الناس اسمه ده اللي بيقول لك الاهلي كان عامله كوبري عشان يجيبوا من اسمها ده الفرقه، عفوا مش فاكر اسمها ايه، اللي هو جيبوا 112 مليون 113. ازاي يعني؟ طب الاهلي لو كان عايز يجيبك من الاول 50 مليون والزمالك وجهاته من قلب نادي الزمالك 50 مليون واخر انت ما تسويش ده. بس ده لو انا افترض يعني لو الاهلي عايز يجيبك ويعمل كوبري 50 60 40 مليون، تلاش انت اكتر من كده ويجيبوك من قلب نادي الزمالك، والله هتيجي وهيرموك اصلا مش 40 مليون. انما الاهلي يعمل اللفه دي كلها كوبري؟ لا طبعا. اخر اللي بيقول لك كل ده راح عشان الاهلي يجيبوا كوبري. مين يا ابو كوبري؟ وانت مين اصلا؟ الاهلي يعمل كوبري ليه اصلا؟ اخيرا بقى يا جماعه، الاهلي برضو ما زال في تحطيم الارقام القياسيه. الاهلي يا ساده خامس فريق في العالم يلعب ماتشات. اكتر يعني هو خامس فريق في العالم يلعب ماتشات. تصوروا. احنا ان شاء الله مع نهاية الدوري
هنبقى جبنا مانشستر سيتي 61، الاهلي هيبقى 62. فتصور بقى الاهلي في مفرمه ماتشات، مفرمه اقسم بالله، مفرمه كده، الاهلي محطوط في مفرمه كده، ماتش 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 ماتش. اللائحه بتقول اللي المفروض كل 72 ساعه، احنا بنلعب اقل من كده، اقل من كده بنلعب. الاهلي ما حتى الحمد لله برضو الاهلي ما بيقفش. يعني لو جينا بنتكلم عن المؤجلات، اللي بيتكلم يقول لك الاهلي كان مشرفك. حقيقة الاهلي كان مشرفك، يا انت الاهلي كان مشرفك، بيلعب باسمك، باسم مصر. اما هو كان متأجل ليه يعني؟ وكان نايم في البيت ولا هو ننوس؟ ما انتوا الننوس، انتوا الننوس بتاع اتحاد الكورة، ودي معروفة يعني. فما تقولش الاهلي كان متأجل له ده كله ليه وليه، واللي يقعد يقول لك الحرس يا سادة، قلدوا بقى يا سادة. الدوريات في العالم خلصت، الدوريات في العالم كلها خلصت، وفي فريق اسمه الاهلي ما لعبش الحرس ولا ماتش، لا رايح ولا جاي ولا ذهاب ولا اياب. احب اقول لك ربنا يشفيكم، ربنا يشفيكم انتوا، لولاكم والله ما كنا نضحك والله. ما بس اقول لك، ما هو انا بطلع بتكلم على الكلام ده ودي حقيقه، انا برد على الكلام بس، لا بغلط ولا بهري، انا بضحك بصراحه يعني، انا بضحك يا حبيبي. بس انت بتقول، انتوا بتقولوا الكلام ده او انت شايفه في مكان تاني وجاي تردده بغبغان يعني. فانا بقول لك الاهلي في الوقت ده، انت وقت ما قلت الكلام ده، وقت ما الحاجه دي كانت ترند كده على السوشيال ميديا في الصفحات، شفتها على كانت على ايه يا رب، على الانستا تقريبا وعلى التيك توك. فبيقول لك الاهلي العالم كله خلص الدوري، وفي فريق اسمه الاهلي ما لعبش الحرس ذهاب واياب. طب تعالى لي بقى، تعالى لي على راي ابني مهاب ربنا يخليك، تعالى لي الاهلي بقول لك برضه لسه قايل من شويه كان مشرفك وبيلعب باسمك، ولا انت مش من مصر؟ انا بقول لك عن الاهلي نشوف كام ماتش وهنبقى اكتر من مانشستر سيتي في اللقاءات، في الماتشات دي احنا بنلعب ماتشات 62 ماتش. انت بتتكلم ازاي بقى؟ يعني هتبقى 62 نهايه الدوري، نهايه الموسم ده. فما تقولش بقى دي حاجه كده، نقطه كده يعني ايه، هتحطط في الكاف يعني، دي كده ايه، حاجه كده يعني، حاجه كده الاهلي برضو حاجه كبيره كده الاهلي، او حاجه من اللي بيقولوا انجاز للاهلي ان هو 62 ماتش. احنا خامس فرقه يا راجل، ان شاء الله لما نكمل الموسم ده هنطلع للتالت تقريبا على ما اظن يعني، كيف ما وضحش يعني، قالك خامس فريق في العالم يلعب اكتر ماتشات. فيمكن الكاف اللي رد عليك مش انا، ده غير بقى ان الاهلي كان في مفرمه. احنا كناش بنقعد يا حبيبي، احنا مش فاضيين للاتفاق. الدوري المصري ده عارف عامل زي ايه؟ هو كاس والسوبر، ازازه في النص، واخد بالك؟ ازازه بنقزقز فيهم كده وخلاص، واخد بالك؟ انت اللي بيقول لك حاجه تخطيف في النص كده يعني، مثلا واحد مثلا يعني دوري الابطال وكاس العالم للانديه والدوري الافريقي، السوبر الافريقي والسوبر ليج الجديد، يعني دي ازازه في النص، حاجات تافهه، حاجات. شوف الارقام القياسيه في الاهلي كام، واخد بالك؟ وانتوا كام، عشان تعرف بس ان دي حاجه ازازه. اخيرا بقى يا جماعه عشان ما اطولش اكتر من كده، الاهلي بنسبه كبيره الحكام هتعرقله في الكاس، وافتكروا كلامي، لان انا سمعت ان مرتضى منصور عايز الكاس، عايز لا مش عفوا مش عايز الكاس، او بطولته المفضله اللي بيقولوا عليها مش فاهم مفضله ازاي يعني، هو غير كام مره مش فاهم. عايز بطوله مش عايز الكاس، لا هو عايز بطوله السنه دي وخلاص، عايز بطوله. طب ما يا سيدي اديله بطوله، هقول لك ايه يعني؟ انت هتفتكروا كلامي، الاهلي هيتعرقل في الكاس، بس ان شاء الله
مش هندي فرصه لاي حد انه يعرقل الاهلي، وربك يستر. بس انا اول مره اطلع اشيد بالحكام، رغم ان كان في بعض الهفوات، بس لقطه الجون بتاع الاسماعيلي ده يا جماعه لقطه يعني بصراحه اول مره ما نتظلمش، اول مره ما نحسش بالظلم. لا الجون اللي احنا جبناه ولا الجون اللي جه علينا، اللي اصلا باينه كرة جت في الرجل وفي الايد. يعني انت واخد بالك جت في الايد ان هي يعني الكرة لو جت في رجل والايد ومشيت عادي في الاتجاه عادي مش هنتكلم، بس دي جت بعد ما جت في الرجل وفي الايد، يعني هي ماشيه كده جت كده. ازاي ده؟ محد يقنعني ازاي يا حبيبي؟ ما تقولش الكوره هنا ما تتحسبش، ده الايد اللي جابت الجون، الايد اللي جابت الجون. اغنيها لك يعني ازاي بقى؟ لا هو كان مارادونا وانا ما اعرفش يا اخويا. يلا السلام عليكم يا جماعه، طولت قوي بصراحه.